السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء وأحبائي في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من راديو على ما تفرج. صباح السعادة صباح الجمال، معكم أنا محمد سعد. تخيل معايا كده أنت داخل سباق جري وكل اللي حواليك بيشجعوك، يلا كمل، اوعى تقف، اللي يقف يخسر. وانت فعلا فضلت تجري رغم انك تعبت، رغم ان نفسك اتقطع، رغم انك عارف ان الطريق ده مش هيوصلك لحاجة، وفجأة وقعت. السؤال هنا، ايه اللي كان هيبقى اصعب؟ انك تنسحب بدري ولا انك تكمل لحد ما تقع؟ يمكن المشكلة عمرها ما كانت في الانسحاب، يمكن المشكلة اننا اتربينا ان كلمة انسحاب معناها هزيمة. لكن هو فعلا كل انسحاب هزيمة؟ تعالوا نتكلم في الموضوع ونبدأ على طول في الفقرة الأولى. وانا صغير كنت فاكر ان الشاطر هو اللي بيكمل مهما حصل، يمكن في اي حاجة، حتى لو تعبان، حتى لو متضايق، حتى لو مش قادر. كبرنا واكتشفنا ان الحياة مش امتحان رياضة. في ناس بتكمل في شغل كل يوم بيرجعوا منه مكسورين، وفي ناس بتكمل في علاقة انتهت من زمان بس خايفين من كلمة سبت، وفي ناس بتفضل مستحملة أصحاب بيهنوها علشان محدش يقول عليهم انهم بعدوا. احنا بقينا بنخاف من نظرة الناس اكتر من خوفنا على نفسنا. الغريب بقى ان الناس اللي بتلومك لما تنسحب مش هيكونوا موجودين لما تقع. عارفين اكتر جملة بيقولوها لبعض؟ بيقولوا استحمل. طب حاضر ماشي، هنستحمل، بس هنستحمل لغاية امتى؟ لحد ما نبقى نسخة مش شبهنا؟ لحد ما الضحكة تبقى مجاملة؟ ولا لحد ما كل يوم يبقى تقيل واحنا بنقنع نفسنا ان بكرة هيبقى احسن؟ في فرق كبير يا جماعة. زي ما قلت في حلقة من الحلقات قبل كده، كانت في حالة وصفوا الصبر، ان في فرق كبير قوي بين الصبر وبين انك تفضل واقف في مكان بيكسر فيك كل يوم. خلينا نطلع بفاصل ونرجع لكم من تاني في الفقرة التانية. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. رجعت لكم تاني بعد الفاصل، ويخليني احكي لكم موقف بسيط. اكيد حصل معاك مرة انك دخلت تناقش حد. في الاول كان نقاش عادي خالص، بعد شوية بقى كل واحد عايز يثبت انه صح. فجأة الصوت عالي، الاعصاب باظت، وفي لحظة قررت تسكت. في ناس هتقول خفت، لكن الحقيقة يمكن انت كنت اذكى واحد في المكان، لانك عرفت ان النقاش اتحول لمعركة، والمعركة دي ما فيهاش مكسب. وده بينقلنا لحاجة بقى مهمة قوي. في فرق كبير بين الاستسلام والانسحاب. الاستسلام هو انك تسيب حلمك علشان اول عقبة، اما الانسحاب فهو انك تسيب طريق اكتشفت انه غلط. الاستسلام انك تفقد الامل، اما الانسحاب فانك تدور على باب تاني. طب عارفين البحار الشاطر؟ البحار الشاطر مش اللي بيدخل العاصفة وخلاص. البحار الشاطر هو اللي بيشوف العاصفة من بعيد ويغير اتجاهه. حد يقدر يقول عليه جبان؟ ولا يقول عليه مش فاهم؟ اهو نفس الكلام في حياتنا. انسحابك من شخص بيهينك مش ضعف، انسحابك من مكان مش مقدرك مش خسارة، انسحابك من اي حاجة بتسرق راحتك ممكن يكون اعظم قرار اخدته. لكن خليني اقول لك على حاجة، اوعى تستخدم كلمة انسحاب كحاجة. في ناس اول ما الحياة تضغط عليهم يقول لك انا هنسحب. لا، لو حلمك يستحق كمل، لو الطريق صح اصبر، لو اللي قدامك بيحارب معاك اتمسك بيه، لان مش كل تعب معناه انك تمشي. الحكمة انك تعرف الفرق، تعرف امتى تكمل وامتى تمشي، لان مش كل باب بيقفل في وشك يبقى لازم تفضل تخبط عليه. يمكن ربنا قفله علشان يفتح لك باب احسن. وساعات اكبر انتصار في حياتك انك تعرف تقول كفاية. مش كفاية يأس، لكن
كفاية وجع. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. في النهاية افتكر ان الشجاعة مش دايما في انك تكمل، وساعات الشجاعة الحقيقية انك تعرف ان الطريق ده مش طريقك، انك تسيب اللي بيكسرك قبل ما يكسر فيك حاجة عمرها ما هتتصلح، وما تخليش حد يقنعك ان الانسحاب هزيمة، لان في معارك اول مكسب فيها انك ما تدخلهاش اصلا. كنت معكم انا محمد سعد، وده كان راديو على ما تفرج. اشوفكم الاسبوع الجاي في حلقة جديدة. السلام عليكم. هيبدأ دلوقتي؟ اهو اسكتوا بقى، عايزه اسمع. طب هاتوا الشاي بسرعه. رايحة فين مستعجلة كده؟ راديو على ما تفرج هيبدأ دلوقتي. طب استني. ياما حكايات عدت علينا، وياما ضحكة سابت لينا أثر جميل في قلب المكان، واحنا لسه بنحكي كمان. راديو على ما تفرج يا سلام، معانا أيوة أحلى كلام. ايوه طبعا احلى كلام. تعالى نسرح وسط الأحلام، ونعيش حكايتنا من زمان. فاكر أيام ما كنا بنقعد هنا؟ إزاي أنساها دي؟ عدت سنين كتير قوي، بس الذكريات لسه زي ما هي. قولي بقى الحلقة الجاية هتتكلم فيها عن ايه؟ لا ده بعيني، ليه بس؟ علشان تستنى الحلقة. طب ماشي هنستنى. افتح شبابيك الذكريات، خلي الحكاية تاخدنا بعيد. ضحكة جميلة وصوت حنين، راجع معانا من جديد. راديو على ما تفرج يا سلام، معانا أيوة أحلى كلام. عندكم شك ولا ايه؟ تعالى نسرح وسط الأحلام، ونعيش حكايتنا من زمان.